كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم من الأيام مع الصحابة، فقال لهم: سيدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة. ودخل عليهم عبد الله بن سلام، فقام إليه الصحابة يبشروه بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عبد الله بن سلام: إني رجل ضعيف، وأوثق ما أرجو الله به هو سلامة الصدر. موضوع النهاردة هو سلامة الصدر. يا ترى القلوب عاملة ازاي؟ سلامة الصدر بنوصل لها؟ يا ترى بنحس من جوانا ان احنا ما احناش بنحقد على حد، مش بنكره حد؟ سلامة القلب لو الانسان وصل لها هيحس ان هو عايش في الجنة وهو لسه في الدنيا. سلامة القلب بتخلي الانسان من جواه قلبه مرتاح، ونفسيته كمان، وحالته النفسية وحالته الصحية عالية جدا ورايقة جدا ونظيفة جدا. سلامة الصدر بتخلينا مش بنحقد على حد ومش بنحسد حد. سلامة الصدر بتخلينا نحس ونستشعر بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها. الإنسان اللي صدره سليم لما بيشوف نعمة عند حد ما بيتمناش زوالها، بعكس الإنسان اللي قلبه للأسف مش سليم. الإنسان اللي قلبه سليم بيتمنى زيادة النعمة والخير اللي بيشوفها على الآخرين، وبيتبع الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة الكهف آية 39 بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يبرق، أي أن يقول اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه. يبقى الإنسان مننا لما يشوف نعمة أو خير عند غيره يبارك له عليها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يزيدك. هو ده سلامة الصدر. هو ده الحاجة اللي بتستدعي إن الملائكة لما تشوفك بتدعي لأخوك المسلم بالخير ده وبالرزق ده، وإن ربنا سبحانه وتعالى يديم عليه هذا الحب وهذا الخير وهذا النعم اللي هو ربنا أنعم عليه بيها. حد اشترى عربية جديدة، حد اشترى بيت جديد، حد اشترى لبس جميل بسيط جديد كده عليه، مش هقولك عربية حتى ولا بيت ولا حاجة، مجرد بس حاجة بسيطة. واحدة اشترت يعني حاجة جديدة ليها، خاتم جديد، طقم جديد، حاجة جديدة في بيتها. ما تخشيش البيت وانت بتحسدي على أهله، لا، ما تروحش عند واحد صاحبك وانت يعني تحسد عليه بيته وتخرب عليه حياته، لا، حرام عليك. بل بالعكس، الصح وسلامة الصدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها إن احنا نتمنى الخير لغيرنا. فالملائكة ما تلاقينا بنتمنى الخير وندعي لغيرنا تقول لنا ولك بالمثل. يعني الدعاء جاي لك منين؟ من الملائكة. لما ربنا يضع في قلبك سلامة الصدر وتدعي تتمنى الخير للآخرين وتشوف عندهم الخير والنعمة، ما تحقدش وتقول وتتمنى زوالها من عندهم انها تجيلك انت، لا، ربنا يبارك لكم في الحاجة بتاعتكم دي، وربنا اللهم ارزقني انا كمان، اللهم ارزقني وسع عليا انا كمان. عادي ممكن تدعي كده ماشي، لكن مش تحقد على اللي قدامك وتنتزع وتحسده وتاخد منه بركة حياته دي او بركة النعمة اللي ربنا انعم عليها بيها دي. سلامة الصدر بتخليك فعلا تستشعر نعم ربنا عليك، لان انت لو ابتديت تبص لكل النعم اللي حواليك، ربنا بيدي لكل انسان مننا الحاجة اللي لايقة عليه، الحاجة المناسبة ليه. فمش شرط الحاجة اللي انت شفتها عند غيرك دي هي لو جات لك هتبقى مناسبة ليك. انت ممكن تكون شايفها بمقاييسك انت، بنظرتك انت المحدودة انها بتبقى مناسبة ليك، لكن ربنا يمكن يكون عاين لك حاجة تانية هي اللي مناسبة ليك، سواء جت او لسه ما جاتش. انت لو انت قلبك سليم وصدرك سليم هتشوفها وهتحسها وهتشكر ربنا عليها، على اي نعمة ربنا انعم عليك بيها. لما تستشعر كل نعمة انت عايش فيها، نعمة بداية الصحة، العقل، التركيز، انك قاعد الحمد لله بصحتك، بعقلك، انت مش عايز حاجة من الدنيا تاني اكتر من كده. يبقى ليه نحقد على اللي حوالينا؟ كل واحد ربنا بيديله الجزء المناسب ليه، الجزء الخاص بيه هو، وفي الوقت المناسب ليه هو. فما ينفعش نسيب حالنا احنا ونروح نتضير ونشوف ايه النعم اللي عند الناس الاخرين ونقعد نحقد عليهم فيها، حرام علينا كده. بالاضافه لكده، الانسان اللي بيعيش يقارن بين نفسه دايما وبين الاخرين اكتر انسان بيكون عرضه للاكتئاب والامراض النفسيه، وصحته النفسيه بتكون متدمره تماما، لانه طول الوقت ليل ونهار ويفكر في الناس اللي حواليه، عندهم وعندهم وعندهم، وانا ما عنديش، ورغم ان هو عنده نعم بس هو ما خدش باله منها.
عايزين نلقى الله زي الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بقلب سليم. دمتم بخير. اتمنى يكون فيديو النهارده خفيف على قلوبكم وعجبكم، واللي لسه مش مشترك معانا في القناه يا ريت لايك وشير وسبسكرايب وتعليق على الكل عشان نوصل لفيديوهاتنا الشيقه اللي جايه.